السلام عليكم. احنا هنتكلم في اكتر من موضوع النهارده. خبر الاول خاص بالتليفونات. الاول احنا متعودين او احنا عارفين ان اللي بيشيل ثمن المكالمه هو المتصل. انا بتصل على حد بشيل ثمن المكالمه. الكلام ده طبعا مش عجب وزير الاتصالات، قال لك ازاي انت تشيل ثمن المكالمه؟ لا، ده احنا هنخلي اللي بيرد عليك يدفع على الدقيقه 10 قروش، والكلام ده من اول شهر 9. طب افرض انا بتصل على حد مش معاه رصيد، افرض انا بتصل على والدتي ست كبيره ومش قادره تشحن. يعني ساعات بتصل على والدتي ست كبيره ومش بتقدر تشحن موبايلها، مش بواجهنا الكلام ده. بنبقى ساعات نتصل على صنايعيه وعمال بيبقى مش شاحنين رصيد. انا مش عارفه، يعني اصبح كده ان اللي المتصل هيدفع رسوم، واحنا بندفع رسوم عادي، بنشيل ثمن المكالمه. لا، ده المتلقي كمان هيدفع رسوم. هو حد كان اشتكى يا جماعه ان هو ان المتصلين اللي بيدفعوا رسوم؟ ما افتكرش ان حد اشتكى. هو كله عاد رسوم رسوم رسوم، احنا مش ملاحقين والله على الرسوم. يعني كده وزاره الاتصالات بقت عامله زي المنشار، طالع واكل نازل واكل، بياخد من ده وبياخد من ده. ويا ريت بعد كده بنلاقي خدمه الانترنت ده، النت بيقطع عندنا بطريقه رهيبه والشبكات ضعيفة، فمش عارفين احنا هنوصل لحديت فين. ربنا يلطف علينا وعلى الناس كلها. قضية الطفل ياسين اللي احنا عارفينها ان صدر الطفل ياسين ده كان طفل عنده 5 سنين، اتعرض للاعتداء جنسي داخل احد المدارس بمدينة دمنهور محافظة البحيرة. وطبعا سار في القضاء ووصل للقضاء لحديت ما صدر حكم ضد المتهم اللي هو صبري كامل اللي عنده ما يقارب من 70 سنة. حددت مصادر الحكم في أول جلسة على المتهم بالحكم المؤبد، وحصل استئناف والاستئنافات ماشية لحديت ما الجلسة بتاعتها كانت بتاريخ 18/8 اليوم. حضر ياسين خاضع للعلاج النفسي، وياسين كل حد ما يسأله يقول له أنا عايز أخد حقي من عمه. طبعا مامته بتقول هو خاضع للعلاج النفسي بس لسه المشوار طويل. القضية اتأجلت ل20/9 لأن العدم حضور كبير الأطباء الشرعيين، لأن المفروض كان يحضر عشان القاضي يناقشه، ما حضرش. تاني حاجة اللي عشان الأوراق، صبري كامل اللي هو المتهم المفروض كان هيقدم أوراق تثبت إن هو مريض أو بتعالج، ما جاتش، بالإضافة لأوراق جاية من أمن الدولة العليا فيها التحقيقات بتاعت أو أقوال شهود النفي وشهود الإثبات. فعشان كده اتأجلت ل20/9. طبعا احنا نتمنى تظهر الحقيقة تظهر والولد الصغير ده ياخد حقه. معانا فيديو هنشوفه ازاي العنف الأسري بعينه، نشوفه كده. احنا شفنا في الفيديو كده الست نازله جري، عرفنا بعد كده ان هي مرات اخوه، ماسك حته ايده على رقبتها. طب لو ضغط عليها شويه وخنقها كان راح في 60 داهيه. يعني كان عيلتين اتيتموا، عيلتك وولادك وولادها. وبعد كده بعد ما ضربها وطلع ولد صغير يا عيني يحوش عنها، وقع. هو لما وقع مش يستحي على دمه ويسيبها، لا، راح مجرجرها على السلم. اما جرجرها الحمد لله ان هي لابسه، معلش عزكم الله، لابسه ستريتش تحت العبايه. طب تخيلنا لو هي مش لابسه ستريتش تحت العبايه كان زمان ايه منظرها؟ وليه الاجرام ده؟ انا مش فاهمه ليه في مصر معرفش الدول العربيه زينا كده ولا لا. اخو الزوج ده اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الحموا الموت الحموا الموت الحموا الموت 3 مرات. لما يدخل على امرات اخوه فيها موت للدين. احنا عندنا في مصر لا، ده بيتعامل كأنه ابو الزوج، من حقه يدخل تعمل له اكل تغسل له، ويا ريت بتسلم منه، يا ريت الزوجه بتسلم من اخو زوجها.
لا، ده ممكن يحصل تطاول بالألفاظ، ممكن يحصل تطاول بالإيد زي ما احنا شفنا، وده يعتبر برضو عنف أسري، لأن العنف الأسري مش هيشمل الزوج والزوجة، ده انت بتتجوزي الواحد، أو عندنا في مصر الزوجة بتتجوز الراجل بعيلته. أنا أعرف واحد كان بيجيب أخوه ينومه في أوضة النوم بتاعته في سرير مراته، وينوم مراته على الأرض عشان يرضى أخوه. فلا امتى هيفضل في عنف أسري كده، وهيفضل أخو الزوج بيعامل يعني مش حما، ده أعلى من الحما، يعني أعلى من أبو الزوج. يعني أبو الزوج أهو أبو الزوج الواحد لازم ليه طاعة شوية. يعني لإمتى أخو الزوج في أغلب الأسر يمكن 85%، 85% في مصر عندنا بالذات يتطاول على مرات الأخ، يتطاول على أهلها، يهددهم. وبعدين العلاقات في بيت الأسر، في بيت العيلة، يعني ما تبقى واحدة متجوزة في بيت عيلة وما بتبقى ناس مش عندها ضمير ولا أخلاق. الضمير والأخلاق والتربية مش مرتبطين بالتعليم، يعني ممكن يكونوا ناس مش متعلمين بس عندهم أخلاق. في ناس متعلمين ما عندهمش أي أخلاق. لما تلاقي أخو الزوج يخلي عياله الصغيرين، عيال الأخ طالعين ويرموا في سكتهم إزاز، يقفل الطريق بسجاد في سكتهم، تبقى زي حرب. يعني الجار الغريب يبقى مقدور عليه، لكن المشكلة لما يبقى أهل الزوج عايشين معاكي في بيت وعاملين حرب معاكي بدون سبب، بدون أي سبب، غير إن هي ناس عديمة الأخلاق وعديمة الدين. يعني ما تبقي طالعة كده وعمالين يرموا حاجات في سكتك ويقفلوا عليك السكة. لا، ولا تلاقي واحد واخو جوزك مثلا، انت ساكنه في دور وهو ساكن فوق منك، يروح يملى وانت ناشره غسيلك، يملى مرتبه سفنج ميه وينزلها عشان تفضل تشر على غسيلك. بصراحه عندنا في مصر حكايه اخو الزوج دي 85، حوالي 85% من العائلات زوجة الأخ بتبقى مظلومة. ده مش في مبرر، لأ، ده الكارثة بقى اما يبقى الأخ ومراته، اما يبقى هما الاتنين ناس غلاوية وبتاعت مشاكل، بتبقى البيت نار أجارك الله. والكارثة بقى اما يبقى الزوج سلبي، لا عارف يحمي مراته ولا يحمي عياله ولا عارف يعمل ايه، هيبقى مش عارف يسيطر على اهله. فبصراحة اخو الزوج اللي عمال يجرجر مرات اخوه على السلم، ولاد اخوك اللي شافوك وانت بتضرب امهم، هم هينسوها لك؟ نعقد عيالنا يا جماعة، ما نتعامل بالاصول مع بعض. يعني انت لو مزعلان من اخوك اقفل بابك عليك، عيالك وعيال اخوك اتخانقوا بالادب، الامور بتتحل بالادب. يعني احنا مش عارفين نحكم بيوتنا، الامور بتتحل بالادب والاصول. انت زعلان من اخوك او من مرات اخوك اقفل بابك عليك. وبالنسبه للاخ قليل الادب اللي بيقعد يرمي حاجات في سكه حد ويتطاول، بس بتبقى حرب، بس بتبقى اجاركم الله. اقول لكم على حاجه، الزباله اللي بتبقى قدام الشقق دي في بيوت العيله دي مشكله لوحدها. تلاقي مثلا لو واحده سلفه شريره جايبه الزباله وتكوم عليها الزباله، تبقى انت لا عارفه تعدي انت ولا عيالك. فبصراحه مأساة عندنا، ربنا يلطف. هنرجع ونقول الحمد لله ان في كاميرات موجوده عادت تعرف ان اي حد اتضرر من حد يعرف يجيب حقه. انا بقيت مشفقه على الشرطه المصريه بتاعتنا والله. يعني الشرطه هتلاحق على المشاكل اللي في الشوارع وبتوعات التكاتك وبتوعات العربيات والمشاكل دي، ولا هتلاحق على بتوع التوك توك؟ وحتى اللي عايشين في بيوت وربنا كرمهم وعندهم شقق وقاعدين فيها في مشاكل مولعة نار جهنم، يبقى بيت أجارك الله لو في واحدة ست قليلة، يعني قليلة الأخلاق، أو راجل قليل الأخلاق.
احلى حاجة في الفيديو الولد الصغير ابو تيشيرت ابيض ده، اللي طلع راح مدي الراجل بوكس كده وراح ايه داخل جري. وكمان الست اللي بتنضرب اللي اتشدت كده على السلم، ما شاء الله محافظة على موبايلها، ماسكة موبايلها لآخر لحظة. يلا ربنا يعينك على المشكلة اللي انت تعرضت لها. وللمرة الأخيرة بقى، أخو الزوج، مرات أخوك انت مالكش دعوة بيها أساسا، ولا تتكلم معاها، ولا لها تخدمك، ولا لها تعمل لك أكل، ولا لها تغسل لك، ولا لها تدخل بيتها وجوزها مش موجود. ولو دخلت وجوزها موجود، ليك حدود، ليك حدود، تلتزم البيت كضيف، تلزم البيت كضيف، لان في واحده ست اجنبيه غريبه عنك ليها رأي. هي دي الدين ودي الاصول. لكن سبب المشاكل في بيت العيله عموما بين مرات الاخ واخوات الزوج الذكور هو كده الانفتاح. هو بيدخل فاكرها مباحه، الخدامه اللي جايبينها له، جايبينها لابوه ولامه ولاخواته، تنشتم تتسحل تتضرب مش مشكله. هما بيستقوا عليها من الاخر، بيستقوا عليها على اساس هي ضعيفه. تبقى طبعا انت قاعده مع زوج، الست بتبقى قاعده لوحدها وكلهم عيله في بعض، وخصوصي بقى لو الزوج ضعيف الشخصيه. الزوج هو اللي سايب مراته مستباح عليه. هو الزوج ضعيف الشخصيه ده، او قليل الاخلاق، او قليل النخوه، بيبقى فاكر كده ان هم اهله هيحبوه، وبيتفاجئ بعد سنة بعد 2 بعد 3 ان هو بيعاملوه يعني اقذر معاملة. ليه؟ لان اي راجل بيحط قواعد وقيود لاخوه ما يدخل بيته، هو ده الاحترام وهو ده الصح. الا ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحموا الموت الحموا الموت الحموا الموت 3 مرات، الحموا الموت يموت للدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كده هو فاهم النفس البشرية، مش عايز مشاكل تحصل، سواء أي مشاكل بقى، أي مشاكل تحصل. فعشان كده بيقول لك لا، أنت بيت أخوك في ست غريبة ما تدخلهوش، لا بالقواعد والأصول الدينية. لكن عملية إن هو بيتعامل، ده بيبقى بيتعامل أكتر من الزوج. يعني الست، يعني أنا أعرف واحدة، والله انتوا خليتوني اتكلم معاكم كده في المواضيع دي. اعرف واحده كان جوزها اما يجي يعني تحضر له الاكل براحتها، يعني ده عيال صغيرين، سلفها اما يجي بالثانيه، سلفها اللي اخو جوزها بالثانيه لازم الاكل يكون محطوط. يعني جوزها يتحملها، لا اخو جوزها ما يتحملهاش. بس الزوج بقى هتعمل ايه؟ ما بيبقى على الله حكايته. فاي واحده، الكلام ده لكل البنات، لو اتجوزت في بيت عيله، دي نصيحة، نصيحة لوجه الله، اتجوزت في بيت عيلة، أخو جوزك ده غريب عنك، يتعامل معاملة الغريب، وانت في حالك وهو في حاله، لأن الاختلاط مش هيجيب إلا المشاكل. مشاكل مش باينة دلوقتي، مش هتبان في الأول، لكن بعد شهر بعد 2 هتيجي المشاكل، جاية المشاكل أي كانت مشاكل بقى. فنصيحة، لو هتدخلي في بيت عيلة تجنبي أخوات الزوج، الولاد بالذات، الولاد ده غريب عني.